الست قالت ايه بقى عشان يروح لها الامن الوطني؟ معلش نرجع للفيديو الاولاني كده، قالت ايه كده؟ معلش هات الفيديو الاولاني. الناس المزيفه، المصريين مش فرحانين بالمتاحف ولا بالمليارات اللي بتروح على الارض. المصريين عايزين يتعلموا، عايزين في صحه جيده. بس ايه رايك يا ضابط الامن الوطني يا جاهل؟ ايه رايك يا ضابط المخابرات يا جاهل؟ ما احنا عندنا ربنا ابتلانا، والله كان عندنا مخابرات حلوه والله العظيم وكنا بنفخر بيها، بس طول عمرنا ما عندناش ضباط امن وطني كويسين الحقيقه، يعني لان دي مهمتهم القتل وسفك الدماء. انما ضباط المخابرات كويسين. ايه رايكم ده ما فضلكم في ان اللي قالته الست دي ده هي اللي دمها خفيف البسيطه دي قالوا يعني الحقيقه هيكل. انتوا ما قدرتوش تتحملوا الكلمتين دول اللي قالتهم الست والله ببساطه وخفه دم. وتعالى عارض من جوه البلد. طب هي عارضت من جوه البلد ما قالتش حاجه. ايه رايك ان كلام الست دي صح 100%؟ وده اللي قلناه واللي قاله اي عاقل شاف المشهد وخايف على البلد. يعني بعد الزفه والمولد ده كله والهيصه دي كلها ايه العائد على المواطن؟ ولا حاجه. نفس الكلمتين دول قالهم عملاق الصحافه في الوطن العربي.